النقطه المهمه اللي حضرتك ذكرتها، بيلعب اسم مصر في افريقيا، شفناه في الكونفدراليه وصل الفاينل وما قدرش يكسب، تاني سنه طلع من دور السيمي فاينل. السنه دي دخل دوري الابطال، الناس توسمت ممكن بقى يخش مع الكبار وينافس ويبقى عنده امكانيات عاليه جدا، لكن احنا شفناه في البطوله ماشي بشكل صعب جدا. بس حظه سيء يا استاذ عادل، حظه سيء النهارده، مجموعه الموت. لا هو المجموعه في حد ذاتها صعبه طبعا عليه طبعا، يعني. هي قرعه هي قرعه، بس انت عندك فريق قوي جدا، انت عندك لعيبه مميزين، لعيبه عندهم خبرات، لكن تشعر هم لعيبه واحد بيروح شركه الصبحيه راح يمضي ويمشي وضامن تحولوا لموظفين يعني. ضامن هياخدوا مرتبه في اخر الشهر، مرتب عالي جدا، مفيش مشكله، مفيش ثواب، مفيش عقاب، ده خرج، مفيش جمهور حتى ظهير جماهيري بيعمل ضغط عليه، لا الاداره موفره كل حاجه. خرج من البطوله قبل كده مرتين، ثم دخل دوري الابطال وخرج بشكل سيء جدا. يعني النهارده غلب الحكم، حصل بعض الظلم في ضربات الجزاء، لكن طب انت اتغلبت 3 برضو، انت فين؟ خليني اقول لك حاجه، الناس اللي قاعده من بعيد كده وكانوا بيقعدوا يتكلموا عن الاهلي والزمالك، وعادي يعني لما الاهلي يكسب البطوله ايه يعني، وايه يعني لما الزمالك خد البطوله كام مره ولا يعني. لا، الموضوع مش عادي، لا ومش سهل، ومش اي حد يقدر يعمل الاهلي وتاريخه والزمالك وتاريخه عملوه في افريقيا. سنه اولى يعني دوري الابطال الافريقي لبيراميدز مش سهله، صعبه. نتمنى انه يبقى اتعلم الدرس لو قرر انه يلعب باسم مصر في بطولات قادمه، ونتمنى انه الجميع يعرف قيمه الاهلي والزمالك في بطولات افريقيا. طبعا، لان بطولات افريقيا بطوله قويه جدا. يقول لك لا البطوله مش زي زمان، لا البطوله قويه جدا، فيها لعيبه قويه، لعيبه محترفين، لعيبه مميزين في الفرقه كلها. يعني هو اتغلب من نوازيبي الموريتاني 2-0. برضو انا عاوز اداره بيراميدز في مشكله كبيره جدا. يعني انت جبت باتشيكو وشفته ماشي ازاي من السنه اللي فاتت، وماشي برضو بسطر ويسيب سطر، يتغلب بيلعب مع الفرق الكبيره، الاهلي والزمالك يبقى فيه شد وجذب ويعمل اعلى حاجه مجهود عنده، الماتشات الثانيه يتغلب بشكل يعني غريب جدا. ما هو انت بتبقى بين نارين، تسيب المدرب وتديله فرصه، او ان انت تغيره بعد ما تسوء النتائج. يجي حد يغيروه في وقت قليل تطلع الاقلام تقول هو لحق، تيجي حد تسيبه سنه وشويه تقول ما انت ادينا له الفرصه زياده، طب ما مشيتوش ليه اول ما النتائج ساقت؟ فبرضه الاداره بتبقى محتاره تعمل ايه. اوكي، بس بتشوف قاعد كتير يعني فنش الموسم اللي فات وبدا فتره الاعداد لوحده وجاب الناس هو اللي نقى فنش الموسم اللي فات وصيف، وبيراميدز فنش الموسم اللي قبليه وصيف. بس لما الزمالك خد الدوري كان هو الثاني، ولما الاهلي خد الدوري كان هو الثاني. طب نعمل لكم ايه تاني يعني عشان تاخدوا البطوله؟ ما انا جايب اللعيبه دي كلها، الملايين دي كلها مش سهله تاخد البطوله. حضرتك ذكرت في بعض اللعيبه بتشوف المبلغ مبلغ خيالي بيتخض منه، مش يحلموا في يوم من الايام ان هم يلعبوا. طيب انت بقيت في مكانه سواء نادي اسم بقى عامل اسم، بتاخد ارقام خزعبليه بالنسبه لك، فادي بقى. وفين الاداره اللي في ثواب وعقاب بتحاسب؟ اخصم من مرتبه، مش اخصم عادي، اقسم الوسط في مرتبه عشان ابقى فوق، اعرف ان انا عاوز اعمل حاجه للفريق. لكن انا تاني طب ايه بقى اللي مش مشكله، ما كده باخد فلوسي. فكره ان انت بتدخل في كل الصفقات المتاحه وتاخد منها كل اللاعبين، وفي الاخر المردود مش هو ده. الكوره مش كده، الكوره ليها تركيبه كده ما بين اللاعبين اللي عندهم شغف واللاعبين اللي بيلعبوا بقوه واللاعبين الفنانين واللاعبين المهاريين. يعني لازم لو الفريق كله لو الفريق كله حريفه مش هتكسب، ولو الفريق كله زي ما بيقال عفياجيه مش هتكسب. محتاج يبقى في تركيبه بين العقل والقوه والسرعه والامكان، يعني التركيبه دي عناصر مختلفه بامكانيات مختلفه بقدرات فنيه مختلفه بقدرات ذهنيه مختلفه. يعني لازم يبقى عندي السكواد في كل حاجه، وعندي تيم ورا بره بيبقى عنده ناحيه نفسيه وناحيه بدنيه وناحيه ذهنيه، كل ده توفر لي. وبعد كده لازم يبقى في انا جايب لك كل حاجه، يعني لمن عصفور زي عندي كل حاجه، بديك اللي انت عاوزه، الملعب، الامكانيات الماديه. طب انت ليه انا دلوقتي مقصر؟ اتغلبت ماتش 2، خرجت من البطوله مرتين 3 بالتاني، طب امتى هكسب؟ لازم يبقى في حافز. لو انا في العقد بتاعي بقى اللعيب ده خد 20 مليون 30 مليون مفيش مشكله، بس انا عندي تارجت، لو ما دخلت بطوله الكاس ما خدتهاش يبقى هخصم. اصل عاوز اقف معاك عند موقف غريب، صفقه زي صفقه سيف جعفر، بيراميدز خدوا ليه وسابوا ليه؟ يعني هو ده السؤال.
خدته في وقت في صفقه انتقال حر مش عايز يجدد للزمالك، زي ما بيقال كده لعبت في دماغه ورحت واخده من النادي وفجاه رحت سايبه وكانك ما اخدتوش بعد ما دفعت اديته مستحقات وسبته بثمن قليل. يعني تقعد تحسب حسابات كده، تلاقي مواقف غريبه ومش في الكوره، ده ما لعبش، ده ايوه لسه يبقى انا عندي اهداف غير الهدف اللي انا الاسمى اللي عندي. الهدف اللي عندي انا لخبط الدنيا خلاص، لكن انا المفروض باخد فلان عشان يضيف لي، عشان يعمل لي الفارق، عشان يبقى في عندي بديل قوي وجاهز يعمل لي الفرق اما ينزل في اي وقت. لا والمبررات اللي انت اعتمدت عليها ما مشيتش عليها، قلت خدت لاعب لسه صغير لسه ناشئ هيجي منه، انت ما لحقتش تصبر عليه ولا لعبت ولا عملت حاجه. فاول حاجه رجع تاني. طب انت ايه اللي استفدته؟ انا بتكلم على موقف وقيس على كده مواقف كتير يعني في كذا لعيب بيتاخد من اي انديه كبيره او صغيره، مجرد ان انا هاخد ده يبقى عندي ده. انا مش حاطط تماثيل عندي، انا مش بجيب تماثيل احطها جنب مني واتفرج عليها. انا عاوز واحد يبقى عنده يا غيره، عنده حماس، عنده احتياج ليه. طبعا انت مش بترص وخلاص يعني. مش معايا اجيب ناس احط قدامي، انا جاي عندي افضل خط وسط، افضل خط دفاع، افضل خط هجوم، عندي حارسين كذا حارس مرمى. شريف اكرامي نجم كبير واسم كبير ولاعيب دولي كبير، لكن وصل 40 سنه. طب انت دلوقتي فين شريف اكرامي؟ انت موجود. شريف اكرامي جبته من الاهلي، قاعد عندي، خدته اشتريته عشان يلعب. انت شفت شريف اكرامي؟ لا وزي ما بيقال بالبلد كده بقاله سنه لا لعبته ولا سبته، يعني انت بقاله سنه ما لعبش بيهم بس مجمد اللعيبه. طب ايه المغزى؟ ايه الهدف منه؟ لا كان مصاب الفتره، لكن برضه في مشكله في التعامل. اكيد رجع. انت جبت الحارس بتاع المحله الموسم اللي فات، لعبته كام ماتش الشناوي. فانت ايه المغزى؟ انت بتخش بطوله زي ما قلت، لازم يكون في هدف، لازم يكون في ثواب وعقاب، لازم يكون الفريق دون. انا جبت ده عقد 30 مليون، يبقى عندي تارجت. انا عندي في عقدي كده اكتب ده لو ما خدش بطوله الكاس يبقى يتخصم من عقده، ما خدش الدوري يبقى يتخصم من عقده، ما خدش دوري ابطال افريقيا دخل وخرج من دور المجموعات يتخصم. يبقى اللعيب عارف اللي هو لا، لو ما عملش مجهود، لو ما ركزش، لو ما احترمش المنافس، لو ما ذاكرش كويس المنافس، لو ما فهمش الدنيا ماشيه ازاي، ما لعبش بقلب بحماس برجوله، هيتخصم مني كتير قوي، هخسر كتير قوي. لكن ده ما بيحصلش. على الجانب الاخر الاهلي فاز على مدياما الغاني، الاداء مش افضل حاجه، لكن توقف طويل، اللاعبين عدد كبير من اللاعبين غائبين. وكنت بكلم حضرتك قبل الحلقه بيحسب للنادي الاهلي حتى لو اللعيبه مش في حالتهم انك تعرف تفوز وتفوز خارج الارض وتتبوأ صداره المجموعه وتضع قدم في دور ربع النهائي. انت ضمنت الصعود ومستني بس صداره المجموعه، لانه هيلاعب يانج افريكانز على صداره المجموعه. المباراه هنا سهله ونتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي فيها. طبعا. لا اول برضو تيجي فرق بقى مش مقارن، بس الاهلي اللعيبه بيكسب حتى لو مش في افضل حاله، بيكسب ليه؟ في مسؤوليه، في جمهور، في مجلس اداره بيحاسب، في جهاز فني بره بيبقى برضو في ضغط عليه، في ثواب وعقاب. اللعيب اللي بيتراخى، في حاجات بتحصل كتير قوي. اللعيب ينزل لا عاوز يكسب حتى لو مش افضل حاجه، لكن بيعرف يكسب ازاي. امبارح الاهلي ما لعبش افضل حاجه، حتى الشوط الاولاني ما كانش يعني، لولا تالق مصطفى شوبير اللي بحييه جدا، اللي هو دايما في كل مناسبه مهمه بيكون في يعني جاي وجاهز ومركز، وياسر ابراهيم نفس القصه. لا عملوا ماتش كبير جدا. الشوط الثاني الاهلي فاق شويه، عمل ضغط مع التغييرات اللي نزلت، قدر يكسب، وكان ممكن يزود الاهداف يبقى 2-3، لكن خد اللي عاوزه المباراه، كسب ماتش وخارج الارض وبقى متصدر المجموعه. والماتش الثاني على ارضي، ما حتى لو يانج افريكانز فريق برضه عنيد، وكسب برضه بلوزداد 4-0 بنتيجه كبيره جدا. مفاجاه ولا مش مفاجاه؟ مفاجاه. ليه؟ لان انت اتغلب في الجزائر 3-0 بالظبط، فانت ترد 3 ب4، فاذا في حاجه يعني غريبه شويه. لكن بنحيي الفريق يانج افريكانز برضه، هيجي مش ضيف شرف، اكيد برضه هيبقى عينه ليه ما يكسبش، ما يبقاش عنده عينه على صداره المجموعه، عشان دي كلها هتسهل في المشوار في دور الثمانيه. هتفرق كتير جدا، انت مفنش اول ولا تاني، بتفرق في المشوار اكيد. فبرضه الماتش مهم، مش خلاص يعني خلص الحدوته خلصت. عاوز اقف عند تفاصيل كده في مباراه النادي الاهلي. غياب يعني نصف الملعب، يبدا بالسوليه ونيدفيد بعيد ولسه مش في مستواهم، غياب كهربا يعني
بنبارك له عشان فرح شقيقته، لكن برضه ده مش في الاحتراف ومش في الكوره. وده كنا بنسيب امتحانات احيانا زمان عشان عندنا ماتش. ففكره انك تروح علشان يبقى في فرح ولا في يعني كل حد عنده اهله واشقائه غاليين عليه ونتمنى له السعاده ونتمنى لها السعاده، لكن الفكره دي في عصر الاحتراف يعني مش عارف، حاسس ان فيها مشكله يعني. فيها مشكله، بس فيها حاجه. بس انا استحضرني وحضرتك بتتكلم كده، الموضوع كبير جدا وحاجه عالميه وحاجه نجم كبير جدا. نيمار برازيلي. نيمار برازيلي ده عنده مشكله كبيره جدا. كل سنه في عيد ميلاد اخته بيصاب ولا بيجي يعمل لهم اخته لا يصاب، لا ما اعرفش يعني يبقى في مشكله كبيره، يبقى في ايقاف. لازم مع توقيت عيد ميلاد اخت نيمار يحصل اي مشكله ليه ويبقى في البرازيل لازم بجد. فانا بقول طبعا مش بقارن طبعا، لكن بتحصل. لكن ولو في تنسيق مع الاداره ولو انت مش محتاج بالظبط. هل انت كنت محتاج كهرباء ولا لا؟ هو ده السؤال برضه. لا محتاج، بدليل ان شفت موديست ما عملش غير اسيست، والاسيست يعني تحسه بالعافيه يعني كده، يعني تأديت واجب وجات كده يعني باي لك، لكن ما عملش حاجه طول الماتش. ما ينزلش بيضغط. لسه موديست علامه استفهام ولا بيجي منه؟ بيجي منه، بس عارف انت اللي ماشي يعني بسطر ويسيب سطر، يعني لسه عقبال ما تاخد الابداع. والنادي الاهلي مش في حاجه اللعيب يقعد يصبر عليه ويستنى. ده انت جايب حد ينقذك، مش جايب حد انت تنقذه. يعني وسام نزل في الصيني، نزل اخر ربع ساعه او ثلث ساعه تقريبا، ربع ساعه. صحيح ما ظهرش ولسه طبعا جديد، ولسه ما فيش هارموني مع الفريق وتجانس، لكن في تحركات تحس هو سريع خفيف. في كرة كان ممكن تيجي منه هدف. لا تحس ان هو برضه في فرق كبير جدا من موديست ووسام، رغم مع ان ده قعد تقريبا 3/4 المباراه بيلعب، لكن ما شعرتش بيه. عايز اقنن بس حكمنا على الامور، لانه ممكن تحكم على المدرب قبل ما يجي، وممكن تحكم على لاعب من شوطه، وممكن تحكم على فريق من باصه. يعني في حاجات كده في الكوره الحقيقه يبدو ان احنا عاطفيين زياده عن اللزوم، فبنحكم على الناس بسرعه قوي. لا أيوة. عبد الله السعيد ما نفعش مع الزمالك، ومودست ما بقاله ماتشين ما عملش حاجه مع الاهلي، في حين انه في لعيبه بتصبر. يعني جوزيه صبر على فلافيو سنه، حط جون بظهره يعني، والموسم اللي بعديه كسر الدنيا. فتصبر امتى وتحكم امتى، والموضوع ده يتقنن ازاي؟ هو تشعر المودست عنده المهارات وعنده القدره وعنده كل حاجه، بيرتقي كله، العالي كله بياخد اماكن كويسه، بس البدني مش مساعده. ما انت لازم يكون عندك لياقه بدنيه ولياقه ذهنيه. ما هو انت عايز من لعيب داخل في ال 36 سنه انه يستعيد لياقته ويبقى فت ويبقى ابن ال 20. ما هو برضه ده سؤال يعني. ما دي بقى مشكله المدير الفني. مارسيل كولر كان لازم يجهزه كويس قوي، ويديله ربع في نص في شوط لغايه ما يظهر بالصوره، لان الجمهور الاهلي برضه مهما كان احنا في وقت غير برضه فلافيو، احنا في الوقت دلوقتي الناس ما بتصبرش على حد، والاهلي دايما بيخش بطولات عاوز يكسب، وعنده استحقاقات كتير جدا. يعني لاعب عنده كاس وعنده دوري وعنده كان الدوري الافريقي وعنده كاس عالم انديه عنده، ولازم كل بطوله يخش. عايز لعيبه جاهزه، يعني ما عندوش وقت حد يستعيد لياقته ويستعيد فورمته ونستناه. احنا ما عندناش وقت والله، مفيش وقت تستنى. وكل يعني بطوله بيخش عاوز الاول، بس هو ده ما ينفعش. هو ده طبيعي في الكوره. يعني انت عايز حد كان بيلعب في المانيا ولا بيلعب في دوريات اوروبيه تجيبه فجاه يلعب في دوري مصري، وعايزه يبقى يقدر ينسجم ويتعامل معاه برضه. عاوزه الثقافه مختلفه والاتموسفير كله مختلف. ما هو ده معناه ان وانت بتنقي وانت بتجيب لازم يبقى عندك دي. عشان كده ممكن تجيب مدرب روي فيتوريا، ممكن يبقى مدرب عالمي، لكن عشان يجي مره منتخب لاول مره ويدرب في افريقيا لاول مره ويشوف الاجواء ويروح يكتشف الرطوبه ويكتشف الافارقه، لا الموضوع بالنسبه له كان صدمه حضاريه يعني. ده غلط على الاختيار، غلط على الاختيار، غلط على عمل العقد، غلط على كلها غلط. وتحس ان الناس كانت في غيبوبه. كنت بشوف صوره كده يعني صوره لكلود لروا والناس بتتريق عليه انه كل شويه بقى بيضرب هنا راح البلد الثانيه راح البلد الثالثه. لا هم اللي جايبينه عارفين ده هو متمرس في افريقيا ودرب وعارف وعنده خبره واكتسب طريقه التعامل معاهم وطريقه اللعب والاجواء الافريقيه. بيراميدز لما يروح يلعب يتصدم
في ادغال افريقيا، ما يروح الكونغو مع مازيمبي، في حين انه الاهلي والزمالك راحوا ماتشات اكتر من كده، وكوماسي راحوا قبل كده وحصل يعني، فعارفين الاجواء دي. بالظبط، في تمرس على الاجواء، على الماتشات، على العقبات اللي بتقابلهم. يعني زي المثل الموضوع بتاع الطياره والعطل، لكن الاهلي تجاوز وكسب الماتش، وطلبوا ياجلوا الماتش وما تاجلش، فالاهلي لعب الاهلي واخد على كده. حصل بالزبط. كذا كده، حصل مره معاه زي كده في مالي، الزمالك حصل قبل كده معاه في غان. الناس متمرسه كاداريا وفنيا وكل حاجه. لكن مثلا بيراميدز جديد، يعني جديد، الاجواء دي كلها جديده يعني، مع انه دلوقتي بقى له ثالث سنه يخش. المفروض يعني الناس تبقى متمرسه ويجيب ما في زي ما حضرتك ذكرت في الاول، في تفاصيل للمباراه، تفاصيل كتير جدا. لازم انا اجيب اعلم وادي ثقافه واقول الماتش ده فيه كذا، وهناك في افريقيا الموضوع مختلف. لعيبه بيراميدز بيسافروا بطياره خاصه يروحوا يلعبوا. ما لو كانوا بيلعبوا زمان في افريقيا في الادغال وطيارات مكسره، وكنا نطلب من القوات المسلحه يدعمونا بطياره حربيه عشان نسفر اللعيبه ما يعملوش ترانزيت، وكانت الدوله بتستجيب. ده احنا دي كانت معسكرات حربيه مش معسكرات كرويه زمان. ده دلوقتي اللعيبه مرفهين يعني جدا. ده الاهلي كان يعني في التمرينات دي، والزمالك كان بيباتوا في الترانزيت بال 12 ساعه وعشان يركبوا. بالظبط. فاذا الناس دي خدت خبرات، يعني اللي هو المكان اللي هي فيها الاهلي والزمالك مش من فراغ. الناس تمرست على كل ده. محدش يقول اصل مصر كبيره افريقيا في كره القدم بالصدفه يعني. لا. ده احنا كنا بنروح نلعب بطولات بره ارضنا ونكسبها ونعاني، واجواء صعبه، وتمشي في جنوب افريقيا وتتسرق ويحصل لك مش عارف يعني، كان في حاجات بتحصل كوارث، ومع ذلك لاعبتنا كان عندهم صبر وجلد وعزيمه وعارفين يعني ايه اسمه مصر، رايحين يمثلوا مصر. مش زي دلوقتي الحقيقه. انا يعني شايف اللعيبه دلوقتي يعني بقوا مرفهين شويه، عندهم كل حاجه، وللاسف يعني مش بيكملوا المسيره بقى، سواء منتخب او انديه بالشكل الامثل. يعني بيراميدز ده كان جاله فرص كده يبقى افضل ويخش ياخد الكونفدراليه وينافس دوري الابطال، عنده الامكانيات الماديه والفنيه يعمل كده. الزمالك في بعض الفترات برضو الفتره الاخيره، بس مش هقول الزمالك لان الزمالك كان عنده مشاكل اداريه كتير جدا القت بالضرر على الفريق فنيا وبعض الفرق الاخرى. لكن الاهلي بيحاول، وهو الفريق الوحيد اللي بيحاول وماشي، وخد البطوله 11 مره وعنده فرصه ياخدها 12، وكان حتى الماتشات اللي خسرها بيوصل الفاينل ويخسر. فعنده، انا نفسي الفرق كلها، المنتخب انت وصلت لمكانه 7 بطولات افريقيه، وكنت يعني في حته ده مسؤوليه، ده مش رفاهيه، ده معناه ان انت رايح وانت كبير هذه القاره، مش معناه ان انا رايح اتغلب عادي. ده الموضوع عادي، مش بالسهوله دي يعني. عادي. فانا انا فقدت كتير جدا من الارضيه بتاعتي. طبعا بقت فريق عادي، بقت مفيش هيبه المنتخب المصري، شخصيه المنتخب المصري، الاحترام الكبير الجليل لمنتخب مصر جاي بيلعب اي فريق كان ليه وزن وتقل وكلام. لكن الناس اللي موجوده للاسف يعني لعبوا في الحته دي، ما مش قادرين، مش يعني توصل لهم الموضوع. يا جماعه موضوع بلد، موضوع قيمه وقدر وقامه كبيره جدا في افريقيا. انت على كرسي ومكان، انت مش جاي تاخد تستنفع منه وتاخد منه بس، انت لازم تدي. لو ما تقدرش، حاجه ذكرت قبل كده، ما عنديش، اجيب ناس مستشارين تعلمني وافهم منه واستفاد منهم. ازاي الاداره، ازاي ابقى عندي ادير منظومه زي كبيره زي كره القدم. ده هي المزاج الشعب المصري، اللعبه الشعبيه الموجوده في مصر وفي العالم كلها. فلازم انا بقت تبوأت المنصب ده، انا لو مش قادر امشي. انا في كل لغايه دلوقتي كل الاستحقاقات على مستوى الناشئين كلهم، ناشئين شباب كبار، انت فشل ذريع جدا. حتى بتعمل عقود مع اللعيبه ومع المدربين على الاهواء، مفيش حتى ناس، مفيش احترافيه في صياغه العقد. انت بتدي ما بتاخدش حاجه. الحاجه الثانيه، لو دخلنا في اتحاد الكوره، يعني انا يعني جابوا كابتن علاء نبيل وجاب كابتن حمد يوسف براضيه، عشان عشان انا جبت عينته مدرب المنتخب 24 ساعه. ثم عينت 2007 و2009 و2008 كويس. وانا كاتحاد كوره ماشي بعد 5 شهور. طب انا ازاي هي الدنيا ماشيه ازاي؟ ما هو انت موجود برضه ويجب ان تعين يعني أنا عينت ادارات فنيه للمنتخبات. اوكي، يبقى لازم اعين باهداف. فين البلان بتاعي؟ يقول لك المنتخب او الاتحاد الكوره جايب مشروع وخطه طويله الاجل وقصيره الاجل. ما فيش حد طلع قال انا المنتخب ده عاوز منه ايه
والمنتخب ده عاوز منه ايه والمنتخب ده عاوز منه ايه والفريق الاول ايه الهدف منه. ما هو احنا مفيش عارفين، بلان. ما هو احنا عندنا يا أستاذ المنتخبات عبد دي احنا الغني، عارفين عايزينها تكسب. طب تكسب ازاي؟ طب تكسب بمين؟ ما- بتعمل يعني اصل فاقد الشيء لا يعطيه. ما هو فكره ان انا نازل ماتش، ما كل الماتشات اللي احنا نازلينها نازلين نفسنا طبعاً. نكسب، بس تكسب ازاي وتروح تعمل ايه؟ لا وانا استعديت ازاي؟ استعديت فنيا بدنيا ذهنيا حتى اداريا. هيأت المناخ ازاي؟ معسكرات ازاي؟ عملت درست الفرق المنافسه ازاي؟ عندي منظومه في اتحاد الكوره محترفه بتعرف ترد على الفاكسات وتعمل ايه حاجات كتير جدا. مش موضوع ملعب بس، اكيد انت عندك ملاعب. يعني للاسف حضرتك ذكرنا الاهلي والزمالك والاسماعيلي، الملعب سيء جدا. وده ملعب برج العرب. انا المصري كان بيلعب، انا ما بقتش مصدق ده ملعب طبعا استاد برج العرب ولا اللي هو المفروض افضل منشاه عندنا رياضيه يعني في الوقت الاخير. والملعب بتاع الاسماعيلي لا احنا استاد القاهره. انا بتكلم في الملاعب مشكلة. المفترض انها وده قالب دي كره قدم. كاس عالم يعني. قالب كره قدم لازم انا يكون عندي مدير ادوات. انا بلعب فين؟ على الملعب. لو الملعب ده مش مجهز على احدث التقنيه الحديثه، احنا ذكرنا قبل الهوا ريال مدريد. مش عاوز اقول طبعا في جاب كبير قوي، لكن على الاقل يبقى عندي تقنيه وعندي تحديث لا انا وعندي عاوز اقول صيانه لحضرتك وعندي ناس بتفهم. مفيش فريق بيلعب في البريمير ليج ما عندوش ملعب وملعب رسمي. مفيش فريق في الدوري الاسباني، في حين انه الاهلي والزمالك اكبر ناديين في افريقيا ما عندهمش ملاعب يعني الى الان. ولسه ما يعني الموضوع مش في الحسبان على فكره كمان. أيوة. لسه بيلعبوا في استاد القاهره او بيلعبوا في برج العرب او يعني مش عارف الفكره غائبه عنهم ولا هم مش فارق معاهم. ده ملعب نادي الزمالك مؤخرا فكروا يصلحوا استاد حلمي زموره علشان اللعيبه اصابوا رباط صليبي عبد الشافي وتاني مره الونش رباط صليبي يعني. فاذا عندك مش مشكله فانت حل يعني الملاعب دي مش حاجه رفاهيه يعني. لا ده اساس. اكيد انت بتلعب على الملعب. لو الملعب ده مش مجهز ومش صالح ليه اللي انا ابدع فيه واعمل فيه كل الامكانيات الفنيه فيه والبدنيه يبقى المشكله. اداء الاهلي امبارح البديهيات يعني يطمئنك انه هيذهب بعيدا ولا لا؟ البطوله اللي فاتت الاهلي كان متعثر وكان هيخرج واطهر الطاهر وما حدث، والاهلي خد البطوله في الاخر يعني. أيوة. وراح لعب خد البطوله بره مصر، خد البطوله من المغرب. فده ملوش علاقه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن البدايه تبقى متعثره او صعبه او فيها مشكله وهي مش متعثره ولا حاجه. الاهلي اول المجموعه يعني بالزبط. الاداء مش مرضي الى حد ما، لكن ده له عوامل اصابات كتير، البطوله غائبه، الاهلي بقاله كتير ما بيلعبش، كان في بطوله افريقيا اللي جاي شكله ايه يعني. المقدمات اللي احنا شفناها دي تؤدي لايه؟ لا هو طبعا الاهلي كان عنده اصابات، برضه عنده اصابات كتير يعني. عنده ديانج مصاب، كان مروان عنده ايقاف، برضه عنده لسه في برضه بعض الفجوات لسه ما اكتملتش، وقعد 50 يوم تقريبا ما كانش فيه ماتشات رسميه، برضه لسه في الانسجام، الناس لسه في ما رجعوش من بشكل جيد. اعتقد الفتره القادمه مع رجوع المصابين، مع عوده زي ما شفنا السوليه مثلا عمل ماتش الى حد ما معقول امبارح، في بعض اللعيبه بدات ترجع تاني بشكل جيد. دي كلها هنشوفها في النادي الاهلي زي ما عود جمهوره بشكل كبير جدا ان هو فريق كبير، فريق عنده مسؤوليه، عنده يعني بيعمل حساب كبير قوي للجمهور والاسم البلد بيلعب من خلال باسم مصر، وعنده صوابع زي ما قلنا يعني. في مسؤوليه كبيره جدا. اللعيب اللي هيتراخى، اللعيب اللي هيقصر في حق نفسه في حق فريقه، لا ممكن ما يلعبش، ممكن يستنى عليه. لكن اعتقد الاهلي بخبراته وبامكانياته الفنيه والذهنيه كبيره عند اللعيبه، لا ممكن يكمل ويوصل بعيد في البطوله، وعنده فرصه كبيره جدا ان هو السنه دي بعض الفرق الكبيره متعثره. احنا شفنا الوداد بيحاول بشق الانفس يكمل ويوصل. النجم الساحلي برضو متزايل المجموعه. الترجي مش افضل حاله، صن داونز موجود، مازيمبي موجود بالزبط. يعني برضو في فرق، في فرق طبعا. فانت الاهلي دايما لازم يعني يركز، ولازم يبقى في عنده رجوله وفي الاداء بشكل كبير جدا، وفي زي ما بقول ايه بيمهد للماتشات القادمه، بيذاكر كويس، بيحضر كويس. دي كلها مهمه جدا في فريق عاوز ياخد بطوله وعاوز دايما يبقى رقم واحد هو الاول. مسؤوليه كبيره جدا، لكن الاهلي اعتقد اهل بالكلام ده كله، واعتقد ان هو المسؤولين والفريق واللعيبه والجهاز الفني والاداري لا بيشتغلوا بشكل احترافي، ولسه ان شاء الله الفرصه متاحه اللي هو يوصل لمكانه بعيده في البطوله دي.
الزمالك ومودرن لسه لهم امال. الزمالك اول مجموعته ووضع قدما في دور ربع النهائي. مودرن عنده مباراه بكره امام سوبر سبورت في جنوب افريقيا، عنده النقاط 7، تعادل او الفوز يكفيه، وهيبقى لسه عنده مباراه باقيه. فخليني اقف عند الزمالك، جهاز فني جديد، مجموعه كبيره من اللعيبه الجدد، هيلعبوا بعضهم بكره اول مباراه ليهم مع بالظبط. الزمالك، لانه في عدد من اللاعبين مش مقيدين افريقيا، سيف تلاتة، جعفر عبد الله وناصر السعيد ماهر وناصر وعبد ماهر. الله السعيد. خليني اقف عند المباراه بالتحديد، والزمالك بعد ضمانه التاهل هل هيلعب المباراه يعني نوع من التجربه ولا لا، عايز يعني يثبت نفسه، عايز يعطي رساله للجميع، المدير الفني عايز يحط ايديه على التشكيل واللعيبه، شايفها هتبقى ازاي؟ انا طبعا بحيي الزمالك ومجلس الاداره اللي هو قدر في الفتره الوجيزه دي الحقيقه اللي هو يتخطى كل العقبات كتيره جدا، ودفع ارقام توصل تعدت ال 400 مليون دفعوا بين قيد وبين قضايا، قدر يتخطى وخد خطوات ايجابيه بشكل كبير جدا. ملف نجح فيه الاداره لغايه دلوقتي ناجح، لغايه دلوقتي ناجح الى حد كبير جدا رغم الصعوبات والعوائق اللي شافها والمطالبات كبيره جدا، لكن قدر اللي ماشيين فيه تكاتف، في كله عاوز يعمل حاجه للزمالك، عاوز يعمل حاجه للنادي اللي هو اداله، او الجمعيه العموميه ادت له الثقه، والجمهور الكبير قوي اللي هو خلف الفريق في كل الالعاب، فماشي بشكل كويس الى حد ما. عمل صفقات الى حد ما، الناس تقول عمل صفقات كلها في خط الوسط، بعض الدفاع لسه برضه عاوز يدعم، الهجوم برضه مش افضل حاجه، لكن ومدير فني جديد فعاوز وقت، عاوز وقت ويحصل تجانس مع الصفقات، مع الموجودين الاساسيين في الفريق، مع مدير فني يبقى فيه هضم او استيعاب للتكتيك والاستراتيجيه الفنيه بتاعته، هتاخد شويه وقت. هل من البديهي انك تجيب 3 لاعبين عارف انهم مش هيلعبوا معاك في الكونفدراليه، منهم 2 المفروض انهم مؤثرين او على الاقل خبرات، يعني عبد الله السعيد مثلا انت عارف انه مش هيبقى معاك، اللي ممكن يبقى بديله او بيلعب بنفس مركزه او اداء متشابه رقم 2 ناصر ماهر برضه مش هيلعب. فهي دي الفكره، انه يعني احمد حمدي مصاب يعني جه وبعدين اصيب، نتمنى له الشفاء ويبقى موجود مع الزمالك ويدعمه، لكن خليني اقف بالتحديد عند انك تجيب صفقات وانت عارف انهم مش هيكملوا معاك في الكونفدراليه. هي دي بقى النقطه السلبيه الموجوده، انت جبت 10 صفقات تقريبا، منهم 5 أو 6 في خط الوسط بس. هل ده كان اكثر الخطوط احتياجا للاعبين فانت جبت فيه علشان كده؟ لا، انت عندك مشكله خط الدفاع، انت بتلعب مسلوسي في ظهير في سيرد باك وهو ظهير ايمن، هو ظهير ايمن، فمش مكانه. بس كان عندك الونش، عندك حسام عبد المجيد، عندك في محمود علاء، يعني ما في اصابه الونش مره ثانيه، ده برضه ما كانش في الحسبان يعني. بالظبط. الناحيه الشمال عبد الشافي وفتوح مصاب، ماشي، انت مشيت عبد الله جمعه وحاتم سكر، بس كان عندك 2 بالظبط، ولو جبت واحد ناشئ تاني خلاص الموضوع اتظبط، بس برضه انه فجاه ال2 مصابين دي مش في الحسبان، برضه مش في الحسبان، فعندك مشكله. برضه الناحيه الهجوميه برضه في مشكله، يعني مش الهجوم مش بيقشر انيابه، تلاقي اللي بيجيب الاهداف شيكابالا، مش هم المعنيين، مش رؤوس الحربه المعنيين بالاداء. فدي سيف الجزيري كان مع فريرا كان اداؤه رائع، يعني واحد من اللاعبين اللي اسهموا في فوز الزمالك، هو متراجع متراجع بشكل كبير، لكن بالنسبه لماتش بكره اعتقد الامور متاحه، هو الزمالك متصدر، مفيش مشكله اللي هو هيتاهل لدور الثمانيه، مفيش مشكله خالص، لكن هو ابو سليم الوصيف الزمالك 10 وهو 9. احنا شفناه من الماتش اللي لعب الزمالك هنا، هو الزمالك كسب 1-0 بس كان هو فريق مشاكس، فريق حماسي، بس كان بيدافع بشكل كبير، لكن طبعًا يعني ما كانش خطير الى يعني الخطوره اللي تخاف منها، يعني كان بيعتمد على الكاونتر اتاك بس مش اكتر من كده. لكن يعني اول ماتش بكره على صداره المجموعه، في فرصه للزمالك. هل الملعب كده محايد ولا ملعب ابو سليم حتى لو مش في ارضه، لو مش في ليبيا؟ هو مش محايد قوي، هو المفروض محايد في الظاهر، لكن باطني مش محايد قوي. لكن الزمالك برضه ليه جمهور كبير برضه في الجزائر، تلاقي فيه جمهور كبير، وبرضه الاداء والفنيات اللي هنشوفها في فريق الزمالك، ونشوف برضه فكر المدير الفني جوميز، برضه هو لسه لاعب ماتش واحد، لسه برضه لازم نديله فرصه، لكن هو جاي الزمالك متصدر، يعني الدنيا برضه ما فيش مشاكل قدامه غير الزمالك متصدر في الكونفدراليه، لكن في الدوري متراجع بشكل كبير، برضه عنده بعض ماتشات مؤجله، برضه محتاجه تركيز، محتاجه دراسه كبيره جدا من
مستر جوميز ان هو يشوف الكره المصريه ويشوف فرق المنافسه هتاخد وقت. فمحتاجين الجمهور يصبر عليه شويه. هل الجمهور هيصبر ولا لا؟ لكن انت جايب عقد، والعقد انا شايف بتاع الزمالك عقد لحد ما مميز، بيديله تارجت. يعني انت جاي الكونفدراليه لو خدتها يبقى هنكمل الدوري، يبقى ليه نظام. لا في مش عقد كده زي فيتوريا الاخ فيتوريا يعني ياخد كل حاجه واحنا بنتفرج عليه. تحس الواحد جه خد من اللي جيبه اللي انا فلوسه جيبه وبيجري. لسه قاري انه بيتم مراجعه العقد في الشؤون القانونيه قبل دفع الشرط الجزائي. احنا لسه هنراجع العقد بتاع روي فيتوريا دلوقتي قبل دفع الشرط الجزائي. والله شيء فعلا. فعلا. وانت بتمضي العقد يعني كنا مش موجودين ولا مضينا العقد يعني كنا فين؟ احنا قد كده سذج، قد كده الناس دي هواه، الناس دي بتعبث باسم مصر. المال العام ده اما ياخد واحد 34 رقم كبير جدا ويمشي من غير ما يعمل اي حاجه ولا سمعنا كمان ان الرقم مش هو ده يعني. لا مش 200,000 يورو، لا ده كمان اتقال انه اقل. لا اتقال انه هو 134 والجهاز المعاون يعني اوكي كله بالاقامه وكل ده. ما كل ده رقم كبير. كل دي فلوس بتدفع في النهايه. والمردود ايه؟ زيرو. يعني انت ما اديتش اي. انت عارف مثلا لو وصلت عامل زي كيروش مثلا كان وصلت فاينل بيحارب يعني وصل فاينل وخسر ضربات جزاء كنت قلت انت عملت حاجه. لكن انت ما فيش خارج الخدمه في كل حاجه. الفكر الاداء. انت شفت التقرير بتاع روي فيتوريا وبيقول ان انا رحت الفرص كتير قوي ولعبت ماتشات كويسه ويعني من وجهه نظر هو بيتكلم على ماتشات ثانيه يمكن بطوله اسيا. بطوله اسيا عشان كانت تلاقيها في نفس الوقت. فيمكن شاف بطوله اسيا ما شافش بطوله افريقيا. ده كان الراجل مخضوض. الراجل كان فعلا انا مش متخيل ازاي مدرب منتخب مصر يعني قاعد بره تايه. هي كلمه مصر دي لا تعني له حاجه يعني بالزبط. يعني احنا بالنسبه لنا اهم حاجه عندنا في الدنيا بلدنا ومنتخبنا والموضوع. يا استاذ عبد الغني الغلط في الناس اللي جابوه، الناس اللي دعمته وقفت وراه، والناس اللي هي ما هو انت لما بتجيب مدرب يا استاذ عادل بتدعمه يعني. ما هنجيب حد بندعمه بس فكره الدعم بتاعه بالظبط اللي هو ما عمره ما درب منتخب، هو ده درب انديه. طب انا ازاي اتعاقدت معاه؟ عملت عقد بالشكل ده. كان لازم يبقى عندي استحقاقات، عندي دوري كاس افريقيه العبها على الاقل. لو ما وصلش للسيمي فاينل يبقى شكرا. يعني مدرب المنتخب تونس جلال القدري بعد الماتش هو اللي خرج صرح انا العقد معايا كان المفروض اوصل للسيمي فاينل وما خرجت، يبقى انا خلاص انا العقد لاغي اوتوماتيك تلقائي. راجل محترم ومحترم نفسه وعارف اللي هو ما عملش حاجه وبيحترم الجمهور، بيحترم البلد اللي هو بيدرب منتخبها. لكن ده مش موجود. ده بيقول مبررات زي ما حضرتك ذكرت. انا كنا نهاجم، احنا لعبنا حطينا 7 اهداف، دخل 7 اهداف. التغييرات ضعيفه جدا، كل ماتش بتشكيل. انت المفروض تخش البطوله تبقى عندك سكواد، وصلت للفورمه العاليه لكل اللعيبه، وصلت للتشكيل الامثل، ثبتت تشكيلك، بغير 1 أو 2 زي ما كان كابتن جول بيعمل، كابتن حسن شحاته بيعمل. ده الماتش ده المعروف، ده المتفرج عليه. لعب محمد صبحي والماتش ولما اصيب الشناوي راح ملاعب ابو جبل. يعني قعد يقول لزيزو انت ما بتلعبش عشان محمد صلاح، ومحمد صلاح اصيب راح منزل مصطفى فتحي. كان بيعمل حاجات عجيبه عكس الاتجاه يعني خالص. لا عارف اللعيبه ولا عارف السكواد ولا مركز ولا حاطط تشكيل ثابت. ما عندوش رؤيه اساسا لها علاقه بما يفعله يعني. تحس ان هو قاعد سنه ونص او سنه و7 شهور في مصر، كان نص الوقت مثلا بيسافر لكن مش موجود، مش بيراقب، مش بيتابع، ما عندوش القدره الفنيه، ما عندوش القدره الذهنيه اللي هو يستوعب اللي هو فيه. حتى ردود افعاله وليده اللحظه يعني بيشوف يتفرج على الخط كده اللي لقاه في وشه راح منزله. انا بحس انه بيعمل حاجات كده مش منطقيه يعني. والله لا والله احنا فعلا حرام الناس بتعاني. انت كره القدم دي والشارع الرياضي المصري لا كان عاوز يفرح، عاوز يتبسط، عاوز والناس كلها ملتفه تشوف كل ماتش. الناس كلها في النوادي، في الكافيهات، في الشوارع، كله بيتابع. طب خلينا بس الناس تقول لك هو في مدير فني جديد انتوا بتتكلموا عن فيتوريا مشي يعني خلاص. ما هو الواحد يعني الواحد عشان احنا مصريين زعلانين، بنخاف زعلانين طبعا. لكن كل الدعم طبعا الكابتن حسن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، جهاز فني وطني. نتمنى ان هو فعلا يبقى في عهد جديد، في فكر جديد. المشاكل والمطبات اللي هم عبر تاريخهم سلبيه تنتهي خالص. يبقى في صبغه علميه في الجهاز الفني، يبقى في نفسي يكون في متحدث رسمي يعني غير ابراهيم حسن، كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن، يبقى هو المتولي
المتحدث الرسمي باسم الجهاز الفني. يبقى هو نفسه بيعرف ازاي بيتعامل مع الاعلام بشكل جيد. مش بقول هم ما بيعرفوش، لكن كل واحد بيبقى فيه تخصصات. في مدير هم جابوا احمال برازيلي، اوكي، يبقى في محلل فني، أداء ومحلل أداء. محلل اداء، في واحد نفسي. كل دي التيم وورك بتاع اي منتخب بيبقى فيه عناصر كتير جدا. لان التفاصيل مش تفاصيل زي ما حضرتك ذكرت قبل كده، مش ملعب مش ماتش. انا التفاصيل كلها صغيره عشان بهيئ اللاعب ينزل مباراه. وتدريب المنتخب غير، مع كامل احترامنا لتجربه كابتن حسام ابراهيم في تدريب منتخب الاردن، تدريب منتخب مصر غير مختلف. منتخب مصر اسم كبير طبعا جدا. ده المنتخب الاردن اما وصل النهائي كاس اسيا، بطوله اسيا دي ما حصلش في التاريخ. انت منتخب مصر متمرس، انت وصلت خدت 7 مرات، وصلت كام فاينل ما خدتهاش. يعني انت متمرس على النهائيات، على البطوله، على الالقاب. فاسم كبير بيرج اسم كبير بمنتخب مصر. فاكيد الكابتن حسام حسن هم لعبوا منتخب كبير كتير، ولاعيبه اساطير ولاعيبه مميزين، فعارفين قد ايه اسم مصر وحجم مصر، وقد ايه هم عاوزين يخرجوا الشعب المصري او الشارع الكروي المصري من الاحباطات اللي جات له، ويبقى في ناحيه فرحه، في بهجه، في اداء عالي جدا، نتائج مميزه. ان شاء الله نشوف في المعسكر القادم في مارس البدايه. طبعا من لسه مش هيتحاسبوا او مفيش حساب في الاول، لكن دي بدايه من خلالها. الطريق مش صعب قوي يعني، صعب. الى حد ما نقدر نعدي. بوركينا فاسو يعني يمكن هي العقبه اللي في المجموعه، لكن غير كده ما اعتقدش عندنا مشكله كبيره. كبيره. انا بقى مش عاوز يا استاذ عبد الغني، مش عاوز احنا هنعدي ان شاء الله. هنعدي، ما ينفعش ما نعديش بصراحه بعد التسع منتخبات ونص بالظبط. فانت عندك فرصه كبيره جدا توصل لكاس عالم. انا عاوزين كاس عالم نشوف مختلف، كاس عالم بتنافس. اقول لك حاجه، بتخش بثق في منتخبنا دائما وابدا، وبثق في كابتن حسام ابراهيم، لكن عندي مشكله انه احنا ياما خرجنا من تصفيات كاس العالم مع فرق يعني ضعيفه، واحنا ما وصلناش غير 3 مرات. يعني مشكله. هي دي القصه. من عندنا معضله في كاس العالم، لازم نركز بنسبه 150% مش 100%. 100%، لان انا برضه الفرق الثانيه عندها طموح. اكيد على غينيا بيساو عندها برضه. وكاس الامم الافريقيه دي جرس انذار انه كانت في مفاجات، انه اي حد ممكن يكسب اي حد. في كاس الامم الافريقيه في ناس بتقول لك انا شفت مفاجات. ما انا مش شايف مفاجات، انا شايف الناس تطورت، الناس تقدمت، الناس الفكر بتاعها اجتهدت واشتغلت فده النتيجه. ده الانتاج. شفنا انتاج عامل مميز للرأس الاخضر، غينيا الاستوائيه. شفنا العشوائيه اللي كانت موجوده في كره القدم الافريقيه مش موجوده. فاذا الناس بتطلع قدام. يبقى الناس ما نقفش بقى في محلك سر، لازم احنا نواكب الركب الافريقي والركب العالمي بشكل كبير جدا. ما اكتفيش ان اوصل كاس عالم، لا انا عاوز اوصل كاس عالم. انا مش واعمل حاجه في كاس العالم. انا مش يعني انا ليه ما بقاش عندي غيره زي المغرب. المغرب كان برضو في بعض التوفيق، لكن في اجتهاد، في فكر، في طموح عالي جدا، في اصرار، في عزيمه، في رجوله، في وطنيه. فلازم ما يكونش موجود دي عند اللعيبه المصريين. نشوف كاس عالم لا يعدي دور المجموعات، يوصل دور اللي بعد كده، اداء يكون مميز، يعني الاحترام العالم كله يبقى واقف ليه انتباه كده. وعدد الفرق في كاس العالم هيبقى اكتر، فهيبقى ليك فرصه. وارد انك تقع في مجموعه غير كاس العالم اللي فات على فكره، تصعد الدور يعني الثاني. طبعا يعني انت افضل، عندك فرصه اكتر من المغرب، لان بقى عندك 48 منتخب بالظبط. فالفرصه متاحه اللي انت تقدم وتقابل الفرقه برضه الى حد ما مش افضل حاجه، تعمل عليها ريكورد، تعمل عليها شكل حلو، تعمل نتيجه حلوه، اداء مميز. تقول للعالم مصر عندها كوره، وعندها كوره حديثه، وعندها انت عندك محمد صلاح. فمحمد صلاح ده اللي مظلوم. هل المفترض ان احنا هنعمل خطتين، خطه قصيره الاجل متعلقه بكاس العالم اللي قريب وتصفياته قريبه، وخطه متعلقه بكره القدم المصريه، اجيال جديده في كره القدم المصريه؟ كابتن حسام عينه حلوه، بيقدر يطلع لعيبه، خصوصا انه الجيل ده في 5 6 لعيبه عدوا ال 35 سنه ولا 34 سنه طبعا. بعد كده يعني 2 3 مش هتلاقيهم، مش هيبقوا موجودين طبعا. ده محمد صلاح بقى 31 سنه يعني. ايوه، ما هي بقى المشكله دي بتاعت اتحاد الكوره. اتحاد الكوره مش هو اللي بيحط الخطه كلها، البلان، الاستراتيجيه الفنيه طويله الاجل وقصيره الاجل. ما شفناش حد طلع قال انا عندي الخطه دي قصيره الاجل، عندي اهداف 1 2 3 في الفتره في 6 شهور دول. انا عندي على اللونج ران بعد 3 سنين او 4 سنين هيبقى عندي الفريق الشباب اللي طالع، والمنتخب الاولمبي اللي طالع. لا، في عناصر هتخش المنتخب الاول، وفي عناصر من الشباب هتخش المنتخب الاولمبي عشان اخش في البطوله الفلانيه، كاس افريقيه مثلا للشباب، هاخدها في الوقت الفلاني، هنافس عليها. الخطه طويله الاجل
بالاستحقاقات هلاعب مين، خطه الاعداد ازاي، مش موجوده يا استاذ عبد الغني. مفيش حد طلع قال انا عندي الخطه. كابتن حسام اجتمع بميكالي مدرب المنتخب الاولمبي، هل هي يعني فكره انه يبقى عندنا لاعب فذ زي محمد صلاح، لكن دي حاله فرديه طبعا. احنا عايزين منظومه جماعيه نخرج منها 10 15 محمد صلاح كل سنه وكل سنتين وكل 3. مش فكره كابتن حسام قعد مع ميكالي فبينسقوا سوا، لا. الموضوع اكبر من كده، يجب التنسيق على مستوى اتحاد الكوره اللي بيخطط وبينظم الكوره المصريه فيما هو قادم. يعني يا استاذ عبد الغني نفسي الاقي عندنا 100 لعيب محترف، 50 لعيب محترف، يبقى عندك قماشه كبيره جدا تنقي منها، تنتقي منها العناصر المميزه. لو عندنا لعيبه بيلعبوا في اوروبا بس ما حدش بيجيبهم، ما حدش بيفكر فيهم، ما حدش بيكتشفهم، ما حدش بيشوف. عندنا لاعبين مصريين مولودين بره طبعا، انا في صفحات على الانترنت بتعرض ليهم دراسه عليهم عشرات اللاعبين، لكن ما بناخدش حد فيهم، ما نكتشفش حد فيهم. وفي كل المراكز، من اول حراس المرمى لغايه المهاجم، في كل المراكز وفي بيلعبوا في بايرن ميونخ في كابتن وائل رياض خد مجموعه منهم في منتخبه وابتدى يستكشف. عايزين اكتر من حد يفكر، ومنتخبنا الكبير يبقى عنده الرؤيه دي طبعا. كابتن حسام يوسع القاعده بشكل كبير ويعتمد على اللاعبين دول. دوريات قد تكون اقوى، يعني مشاركتهم حتى لو مش كبيره، لكن الثقافه العقليه مختلفه خالص. لازم انا اجيب حد يضيف لي، حد عاش في الثقافه الاحترافيه في اوروبا، وكلهم يتمنوا يمثلوا منتخب مصر. طبعا لما كلمت اي حد كلهم لو سالتهم سالت مجموعه منهم بيتمنوا احنا جاهزين لتمثيل منتخب مصر. بس فين الاليات وفين الناس اللي توصل الناس دي للمنتخبات عندنا؟ فانا نفسي القانون عندنا يتغير في الموضوع. لازم اطلع 14 سنه يطلع يحترف بره، 13 سنه يطلع يحترف بره، عشان لعيب يوصل 18 19 ده مش لعيب ناشئ، مش لعيب صاعد، يبقى لعيب خلاص. ولما يجي لك عقد لزيزو مثلا برقم كبير 7 مليون ولا 8 مليون، الزمالك متمسك لا عايز اكتر من كده، ولا عايز يتمسك باللاعب، ما حدش هيحترف. ما هو اللي بيلعب في الاهلي والزمالك ده لو جاله عقد احتراف بالرقم ده والنادي تمسك بيه وما رضاش يخليه يحترف، ما حدش عندنا هيحترف خالص بالزبط. مع كامل احترامي وتقديري للانديه ورغبتها في الايقاع على لاعبيها ومجلس الاداره، وانه دي من الحاجات اللي بتدعمه ورصيده عند الجماهير متعلق بالاحتفاظ بلاعبيه، لكن ده ملوش علاقه خالص بالمنتخب. انه في النهايه نلاقي 4 محترفين هم وانا مع كامل احترامي وتقديري ليهم، يعني صلاح اللي بيلعب في ليفربول، الباقي بيلعبوا في انديه مقبوله سواء نانت او سواء ترابزون سواء مرموش في انترخت فرانكفورت، النني في ارسنال وما بيلعبش. ادي عد غنماتك يا روحه يعني بالظبط. فنفسي يكون القانون يتغير. لازم القوانين هنا بتاع البلد، يعني اتحاد الكوره مع وزاره الشباب والرياضه تعمل قانون تتيح للعيبه الواعده اللي عندها 13 سنه او 14 سنه من قطاع الناشئين في الانديه كلها، بيبقوا معروفين على فكره، ده موهوب ده معروف، بالاضافه الموجودين بره من جنسيات في المولودين بره، يبقى في هارموني بين الاثنين، ونلاقي محترفين مثلا نلاقي 20 30 محترف. وعلشان حد يبقى عنده قناعه بقى تلاقي ابن كابتن خالد بيبو عشان ابن ابوه نجم كبير ومقتنع بالكوره يسيبه يحترف وهو عنده 16 سنه 17 سنه. ايه المشكله؟ ابن كابتن سيد يسيبه، لكن في عقليات ثانيه لا ما يسيبوش ولادهم ويفضل محافظ عليه وخايف عليه من التجربه وما ياخدش تجربه بره وما يسافرش. العقليه كلها محتاجه تتغير، محتاجه فلتره كبيره جدا. اصل منظومه كبيره، انت عاوز تتنقل من حته لحته ثانيه، فمحتاجه ناس واشخاص وعناصر عندها القدره الذهنيه والعلميه اللي هي تطبق الكلام ده كله. فين ده؟ فين اللي بيحصل؟ مش هتلاقي. اللي موجودين قاعدين ما فيش يا استاذ عبد الغني، ما شفتش اي تقدم. الاتحاد ده بقى له سنتين اهو، عمل ايه؟ اتحاد الكوره في ازمه، يعني كابتن حازم وكابتن بركات مختفيين من كاس الامم. الناس برضو مش واقفه عند النقطه دي. اصله كان كابتن حازم مبارك بس كان عنده برد وما جاش، وكابتن بركات ما اعرفش كان عنده مشوار، يعني ما ينفعش القصه دي تتعمل. اتحاد الكره اللي بيدير الكره في مصر يبقى التعامل بهذا الشكل. وفكره انه انا مختلف مع كابتن حسام، لكن تم الاجماع باجماع الاراء انه كابتن حسام يجي، ما ينفعش ابقى مختلف معاه خلاص. لا الموضوع خلاص، يعني اقعد معاه اجتمع معاه، الراجل قروي، راجل عندي خبرات ومسؤول من مسؤولين دلوقتي. لازم اشوف البلان بتاع كابتن حسام ايه، هيعمل ايه الفتره القادمه، قدامه تارجت ازاي، دي كلها تتعمل. لازم يكون في، انا عاوز انهض بكره القدم المصريه واكد ركب القرو العالمي. يا استاذ عبد الغني احنا
تعبنا. نتمنى التوفيق لكابتن حسام، نتمنى انها تبقى مرحله جديده يا رب. مختلفه عن المرحله السابقه. بعتذر لك لضيق الوقت لانه مر سريعا، لكن شرفتنا وسعدنا جدا ربنا يخليك بوجودك يا الناقد رب. الرياضي الكبير والمميز استاذ عادل سعيد. عطيه. ربنا يخليك، سعيد بوجودي نورتنا مع حضرتك والله. ونلقاك على خير وقريبا ان يا شاء الله. رب، بس الصالح كله الكره المصريه. امين يا يا رب. بشكر حضرتك كل الشكر، وبشكر كمان كل مشاهدينا بحسن متابعه هذه الحلقه من حصاد اليوم في مثل هذا الموعد. غدا لقاء متجدد، انتظرونا، وشكرا لحسن متابعه حضراتكم.